الحلقة ديال هاد السيمانة موضوعها مثير للجدل بشكل كبير بين الباحثين في الدراسات القرآنية والعلماء. هو رقم 19 في القرآن، وبلا شك فين ما كتخرج شي نظرية جديدة كنلقاو المؤيدين ليها والمعارضين. باش بصح هذا الرقم عنده أسرار عددية في النص القرآني؟ واش فعلا هو سر رياضي معجزة أو لا غير مجرد صدفة؟ وشنو علاقة هذا الرقم بنظرية المؤامرة؟ خليكم معايا نقول لكم اش كاين. بسم الله على بركة الله. الرقم 19 تذكر غير مرة واحدة في القرآن الكريم بشكل صريح. سورة المدثر الآية 30 عليها 19، وهنا الآية الكريمة كتتكلم على عدد الملائكة اللي مكلفين بجهنم والعياذ بالله، واللي سماهم الحق سبحانه بالزبانية. وفاش نزلت هاد الآية كفار قريش بداو كيستهزئوا وكيقولوا علاش غير 19 وماشي 20 ولا 100. جرد في القرآن في الآية 31 من نفس السورة: ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، بمعنى أن هذا العدد عنده حكمة معينة ولكن ماشي بالضرورة تكون واضحة لكاع الناس. وهذا الشيء اللي خلى بعض الباحثين أنهم يقلبوا واش كاين شي نظام عددي مخفي في القرآن كيخدم بهذا الرقم. المفاجأة أنهم لقاوه كيتكرر في بعض الأمور القرآنية، وقالوا بلي هذا النظام العددي دليل على أن القرآن محفوظ من التحريف. ومن بين الأمثلة اللي عطاو البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها 19 الحرف. سورة العلق، وهي أول سورة نزلت من القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عدد آياتها 19. أسماء الله الحسنى بحال الرحمن والرحيم تكرروا في القرآن بعدد مضاعف لرقم 19. كيفاش؟ لقاو باللي اسم الرحمن تعاود 57 مرة، أي 19 مضروبة في 3. واسم الرحيم تكرر 114 مرة، واللي هي 19 مضروبة في 6. نزيدكم عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، وإلا قسمنا 114 على 19 غادي يعطينا 6، وهو عدد صحيح. هادشي كامل خلى الباحثين يعتبروا أن الرقم 19 هو رمز أو شفرة رياضية مخبية في المصحف الشريف. ومن أشهر الباحثين اللي روجوا لهذه النظرية هو الدكتور رشاد خليفة، مهندس مصري كان عايش في أمريكان، ادعى أنه اكتشف معجزة رياضية في القرآن مبنية على الرقم 19. هو اللي قال باللي القرآن محمي بنظام 19 ضد أي تحريف، لكن مشى بعيد في التفسيرات ديالو. اعتبر أن محمد عليه الصلاة والسلام ماشي خاتم النبيين، وباللي حتى هو نبي مرسل بناء على حسابات رياضية. ويلي المهم الخوت السيد جابها في راسو، حيت من بعد هاد التصريحات اللي قال خلى المسلمين يعتبروه شخص ضال، وحتى العلماء كتبوا النظريات ديالو وقالوا باللي الحسابات اللي لقى فيها اخطاء، وانه كاينين ارقام ما كتبعش هذا النمط اللي هضر عليه. النهايه تعرض للاغتيال عام 1990. وهنا كاينين اللي بداو كيقولوا باللي كاينه مؤامره سريه ضد كشف حقيقه الرقم 19، وربطوه بالماسونيه وباحداث غامضه في العالم، حيت معروفه عليها انها كتخدم بالارقام بحال 3 13 33 ورمز العين الواحده والنجمه السداسيه. ولكن الرقم 19 ما كاينش في التاريخ ديالها حتى لدابا. هذا العدد ما عندوش دليل علمي او تاريخي اللي كيبين انه كيتستعمل في المؤامرات ديالو، كاين غير تصادفات وارقام ممكن كل واحد يفسرها كيف بغى. حاصل كيبقى الاعجاز القراني المصحف الشريف حسب جمهور العلماء الغالب في البلاغه والمعنى ديالو، وماشي في الرياضيات ولا الحساب ولا حتى الارقام والاعداد اللي فيه. ايوا قولوا لي حتى نتوما واش كتشوفوا من بعد هذا الشيء اللي هضرنا عليه في هذا الفيديو ان العدد 19 هو مجرد صدفه او لا مخبي شي سر؟ شاركونا ارائكم في التعليقات، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. كانت معكم فاطمه الزهراء السنباطي من قناه اصداء التاريخ، نلقاكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.